بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. النهارده هوريكم طريقه فراخ حلوه قوي هنشويها في المصفى. كمان هقول لكم على تتبيله تحفه لشوي الفراخ، وفي تكايه كده بيعملوها في المطاعم، دي هي اللي بتفرق بقى عن فراخ اللي بنشويها في البيت. فتابعوا معايا الفيديو للنهايه عشان تستفيدوا بكل كلمه فيه. اول حاجه انا باجي اعمل تتبيله الفراخ، بحط طماطم، في ناس بتحط صلصه بس الطماطم بتدي طعم احلى، وبصل. انا كان المفروض احط بصل احمر لان بيدي ميه اكتر، بس اللي موجود عندي الابيض. وحطيت قرنين فلفل وفصين توم، برضو التوم بيدي طعم الفراخ حلو قوي. دي ليمونه متقطعه بقشرها بس شلت منها بس البذر عشان المراره. هحط كمان معلقه من الخل، واحط التوابل بتاعتي اللي هي بقى ملح وفلفل اسود، واحط كمان معلقه كمون، والكمون برضو بيدي طعم حلو قوي للشوي. جربوا فكره الكمون دي هتلاقوها حلوة قوي معاكم. وشوية روزميري سواء اخضر او ناشف اللي موجود عندك. واحط معلقة من عسل اسود، ده بيدي كده لون احمر ذهبي كده جميل للفراخ. وهحط شوية من الزيت، حوالي معلقة، بتدي برضو لمعة للفراخ بعد ما بتتشوي. هضرب بقى كل ده مع بعضه كويس قوي وانعمه لغاية ما يتطحن معايا كويس. في ناس بتاخد الخلطة دي وتتبل فيها الفراخ على طول. انا مش بحب كده، لان هي لما بنيجي نشوي الفراخ ده كله ده بيتحرق، فبيديني طعم فيه مرارة شوية كده. انا اصفيها كويس، واخد بقى العصير اللي طلع منها ده، وهو ده اللي هنتبل فيه الفراخ. بجيب بقى الفراخ بتاعتي بتكون مغسولة ومتقطعة شيش يعني حتت صغيرة على قد ما تقدري، وده بيخلي كل حتة في الفرخة تبقى متبلة كويس لما نقطعها صغير. واحط بقى عليها التتبيلة بتاعتي دي. ومن الافضل ان انا مش اقل من 3 ساعات، ومن الافضل ان تبقى قبلها بيوم طبعا. هقول لكم بقى على التكايه بتاعه المطاعم. انا بجيب بصله وبقطعها شرايح رفيعه كده، زي كده جوليان يعني، زي ما احنا شايفين كده. وهحطها في طبق، احط عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه كوبيبه صيني، بس ما تحطوش اكتر من كده. التزموا بس بالتوابل اللي انا بقول لكم عليها. هندعك بقى البصل كويس قوي مع التوابل دي، ودعك البصل ده بيديله طعم احلى لانه بيطلع الزيوت العطريه اللي فيه، وده بيفرق جامد مع طعم البصل. بجيب بقى صينيه زي كده، انا مخليه صينيه للشوي. بفرد فيها البصل في الارضيه بتاعه الصينيه، وبحط عليها شبكه، اي شبكه موجوده عندك، شبكه فرن، شبكه مايكرويف، شبكه شوايه قديمه. بحط الفراخ وبخلي العظم من فوق، يعني الناحية اللي فيها عظم هي اللي تبقى من فوق، وبدخلها تحت شواية الفرن. انا ما بولعش الفرن، بولع الشواية بس بوطي الشواية قوي عليها عشان الفراخ ما تتحرقش وتستوي. فبولع الشواية بتاعة البوتاجاز، اوطي عليها خالص. اول ما تحمر على الجنب ده اروح قلبها على الناحية التانية، يعني تحمر على الجنب ده كده، اقلبها على الناحية التانية لغاية ما تحمر، وانا موطيه الشواية قوي علشان اضمن ان الفراخ بتاعتي تكون استوت. بطلعها بقى، ده البصل اللي كان تحت الفراخ. عايزه اقول لكم بقى طعم البصل ده خطير جدا. اول حاجه بجيب فحمايه وبحطها في طبق، وبحط فوقيها المصفى واحط عليها الفراخ كده. طب هتقولي لي ليه ما حطيتيهاش في حله وكتمتيها؟ لان صحيا بيقولوا غلط ان احنا نكتم الدخان بتاع الفحم، فعشان كده حطيتها في مصفى وسبتها كده لغايه ما الدخان يخلص. هتكون الفراخ خدت كل طعم الفحم. ده كده شكلها. طيب بعد كده بقى باجي باخد البصل بتاعي بفرشه في ارضية الطبق. وعايزه اقول لكم البصل ده طعمه رهيب، لان هو خد كل تتبيلة الفراخ، ونزلت بقى كل العصارة اللي من الفراخ اللي في الفراخ نزلت عليه، فكان طعمه احلى من الفراخ كمان. بيتاكل كده بعيش، طعمه حلو قوي. هنرص بقى الفراخ بتاعتنا، شايفين بقى اخدت لون ذهبي بالشكل ده كده واستوت، لان انا وطيت عليها الشواية قوي. خلي الشواية على اوطى حاجة علشان اضمن ان الفراخ بتاعتي تكون استوت، وفي نفس الوقت خدت لون على الهادي كده حلو. بنحط بقى شوية بقدونس، والبقدونس ده وهي سخنة كده بيدينا طعم الفراخ بتاعت المطاعم بالظبط. زي ما انتوا شايفين بقى لون الفراخ وفيها لمعة ولونها ذهبي، وطعمها كان تحفة. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة للفراخ المشوية. لو كنتوا وصلتوا لحد هنا بقى متنسوش اللايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.